تاج القرآن اليوم راه في الطبعة العاشرة، يعني 10 سنوات من البث، ومازال البرنامج حتى اليوم عنده نجاح كبير. هذه المرة يعني عاودنا شفنا وجه تلفزيوني كان غاب على تاج القرآن لسنوات، ولكن الدكتورة آمنة بن عبد ربو الفائزة بالجائزة الأولى في الإعلام التلفزي. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة. صباح الأنوار عادل، صباح الأنوار لنا. مبروك عليك ديجا أولا الفوز بهذا الجائزة. شكرا جزيلا. الو انت توجتي بالجائزة الأولى في الإعلام التلفزي لبرنامج خبايا الإعلام. فوالا نبداو نتكلم على المواطن العادي اللي هو مستهلك بالنسبه للمعلومه، واثرت ايضا على الصحفي لانه اليوم ولا في صراع مع الوقت، لانه على بالك المعلومه عندها يعني الضابط اللي هو الوقت، لازم تلحق المعلومه انت تكون اسرع. عادل حبيت نتكلم على الجوائز، انت تكلمتي على الجوائز العربيه والجوائز المحليه لانه الوطنيه عفوا، لانه حتى الجوائز اليوم مهمين بالنسبه للصحفي. الصحفي بالك في واحد الوقت يعيش في واحد الروتين هكذا، لما تكون عنده جائزه، لما تكون عنده مشاركه سواء وطنيه محليه ولا حتى دوليه عربيه، هي اللي تخليك تحفزك اكثر، تموتيفيك اكثر، تخليك تبدع اكثر، تخليك تنافس اكثر باش تكون الافضل. وهذا نظن باللي هذا هو السبب الرئيسي من وجود. وراي حاضره معنا السيده سعاد زفوني، منشطه ومنسقه ثقافيه بمؤسسه ترقيه الفنون والنشاطات الثقافيه والرياضيه لولايه البويضه. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. صباح الخير. صباح الانوار بالوجوه النيره، الاعلاميين الشباب، وانت ما شاء الله اليوم حيويه. وانت اليوم مدام جيتينا باللون الاسود، وانا نقول لك الاسود يعني الله يسلمك يا عيشه. الو مدام، اليوم راح نتكلموا على مؤسسه ترقيه الفنون والنشاطات الثقافيه لولايه البويضه، نتكلموا عليها، نتعرفوا عليها كمؤسسه ونتعرفوا ايضا على النشاط تاعها، وراح نعاودوا نوليو للاحتفاليه اللي كانت البارح بمناسبه اليوم الوطني للحرفي اللي دائما يصادف 9 نوفمبر من كل سنه. انا مغني يعني غنى ولا نقولوا تغني موسيقى الراب اللي عندك كلام ثاني، انا سمعت يعني الغناء تاعك كلام موزون وكلام عنده كلام هادف، نقدروا نقولوا. تشوف باللي يعني لي بارول عندهم دور كبير باش يطلعوا الفنان. راح حاضره معنا في هذه الصبيحه مباركه يحيوي، رئيسه جمعيه انامل التغيير وعضوه ايضا بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. سيدتي الكريمه صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك. صباح الخير. جيتينا من ولايه تامراست، تحيه كبيره للناس، تحيه كبيره للناس تامراست. الوغ نبداو نتكلموا على الجمعيه، نتكلموا على النشاطات اللي راكم تقوموا بهم، جمعيه تضامنيه، ولكن هل عندكم بالك فكره واحده اخرى باش تطوروا المجال الجغرافي ولا الرقعه الجغرافيه للنشاطات تاع هذه الجمعيه؟ تخرجوا من تامراست بالك تولي جمعيه جهويه في الصحراء، ولا بالك حتى وطنيه، وعلاش لا؟ العكس، عندنا مشاركات مع جمعيات وطنيه كنا هضرنا عليها ومازلنا نعاودوا نهضروا عليها. اليوم راهو معنا الفائزين، هذا الشيء كامل راح يكون بعد الفاصل مع ضيف صباح. نتكلموا على الطبعه الاولى ديجا كانت ناجحه بكل المقاييس اعلاميا ولا حتى فنيا ثاني، وكانوا حاضرين نجوم كبار. نتكلموا شويه على هذه الطبعه اللي كانت من المفروض انها تكون شهر مارس، ولكن تم تاجيلها بسبب الظروف الصحيه اللي كانت تعيشها الجزائر انذاك. اليوم الحمد لله هذه الطبعه ستكون